لو انت نصيبك شخص نرجسي ومش عايزه تتطلقي يبقى الفيديو ده ليكي. لو انت فاهمه ان الشخص النرجسي بس هو اللي صوته عالي ودايما يقف على الواحده يبقى انت غلطان. الشخص النرجسي ده شخص مش بيحب نفسه، لا ده ما بيحبش الا نفسه. ده شخص بيهد اللي قدامه ويعزله علشان يفرض عليه سيطرة. وتعالى زيدك من الشعر بيت كمان. ده شخص حلو قوي في بدايته، يغرقك كلام حلو وهدايا ويحسسك انك ملكة متوجة علشان اول ما تتعلقي بيه يقلب على الوش التاني. وهو برضه دايما الضحية اللي عمره ما بيغلط، ومهما عملتي او نجحتي هتلاقيه دايما يصغر في انجازاتك، وهدفه يخلي ثقتك في نفسك زيرو علشان تفضلي دايما محتاجاه. وشويه هتلاقيه بيعزلك عن اهلك وبعدها عن صحابك علشان يصفاله الجو تماما فيعيد تشكيل شخصيتك بطريقته. وهتلاقي العيشه مع النرجسي عامله زي اللي ماشي على قشر بيت، دايما خايف وقلقان انه يغلط. ولو عايزه الحل اعملي لايك ومتابعه وشيري الفيديو. وتعالى اقولك انا عايزك ترجعي ثقتك في نفسك، ولازم تعرفي ان العيب مش فيكي، وعايزك تحط حدود واضحه وما تسمحيش ابدا بالاهانه. ولو هو حول العلاقه لحرب فانت خليها حرب برد، وخلي شعارك دايما هدوئي هو قوتي ومش هكون ابدا الضحيه. انا احمد ابو بكر المأذون الشرعي، وللاسف هو ده اللي اعرفه. السلام عليكم.